لا انسى طيارات الهليكوبتر اللي دخلت علشان تبر الصاعقه وتوديها هناك. الطيار احمد لطفي هلال، الطيار المصري الوحيد، اول واخر طيار مصري ضرب طياره فانتوم بالطياره الهليكوبتر. الطياره الفانتوم حاولت انها توقع طياره الهليكوبتر، مستخسره فيها الصاروخ ومستخسره فيها الطلقات المدافع. جه فوق الطياره الهليكوبتر عايز بخلخله الهواء يخلي الطياره اللي طايره على ارتفاع واطي تخبط في الارض وتموت بال20 جندي صاعقه اللي داخلين. احمد لطفي هلال استعان بربنا سبحانه وتعالى وبما هداه، ما رميت اذ رميت لكن الله رمى. داس على الزناد، طلعت الصواريخ من الطياره الهليكوبتر، دمرت الطياره الفانتوم وسقطت. ودي حادثه فريده من نوعها ولا يمكن تصديقها لولا وجود شهود العيان. الطيار محمد سري اللي كان طاير جنبه وشافه، وفي نفس الوقت وهو راجع شاف اليهود داخلين وطالعين من الدشم بيجروا، ساب القول بتاع الطيارات اللي داخل وضرب له 30 منهم.